السلام عليكم، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ اتمنى يا رب تكون دايما في احسن صحة وفي افضل حال. انا عارفة ان هو مش وقته ان احنا نعمل بسكوت وحلويات وحاجات زي كده. احنا دخلت رمضان، بس الولاد طبعا في البيت ما بيعترفوش بحاجة زي كده. خارجين داخلين عايزين حاجة حلوة يا ماما، عايزين. حتى الكبار بنبقى نفسنا في حاجة حلوة كده مع الشاي، وتكون خفيفة وسريعة وتكون حلوة. بصوا، انا ملقتش احلى من كده ولا اخف ولا اسهل من كده وصفه بجد. فعلا من كتر سهولتها انا ما صدقتش حلاوتها. حاجه كده بتخلص معاكي 10 دقايق ربع ساعه، وانا واقفه في المطبخ كده عملتها على طول. عجبت الولاد جدا، عجبتني انا شخصيا جدا، كنت مبهوره بالنتيجه قد ايه البسكوته. خفيفه وهشه جدا، طعمها كان حلو قوي. ريحة البسكوت كده والمخبوزات في البيت، يعني يعني سعادة سعادة لوحدها. طعم الشوكولاتة حلوة جدا مع مع الشاي مع القهوة. يعني بصي، حلوة مع لو جالك ضيف حتى بسرعة هتعمليها وتقدميها، هتبقي فرحانة بيها جدا يعني. نسمي الله كده، وان شاء الله تتابعوا الفيديو هيعجبكم قوي قوي. والوصفة سهلة جدا جدا ومكوناتها اقتصادية قوي. هنسمي الله كده ونشوف بدأتها بايه. وانا واقفة في المطبخ كده، الولاد رايحين جايين، ماما عايزين حاجة حلوة، فيلا بقى اعمل لكم نوع بسكوت كده يكون حلو. ينفع معاهم وهم في البيت وهم خارجين في اي وقت. طلعت كده بيضتين، نص كوباية من دي سمنة على زيت، وممكن تستخدمي زبدة على زيت. او زيت صافي، بس يكون طبعا نوعية زيت تكون كويسة. وعندي الكاكاو وكوبايتين كده من الدقيق والسكر. دي كل المكونات اللي انا هحتاجها النهارده. طبعا ورقه فانيليا عشان البيض، او ممكن تحطي خل، او ممكن تحطي نص معلقه من النسكافيه. لو عندك نسكافيه كمان هيديلها طعم حلو قوي. فهنا حطيت كده، جبت نص كوبايه من السكر. سكر تموين عادي. مش عارفه ايه السكر تموين الايام دي، بيبقى فيه حاجات كده غريبه يعني. المهم حطيت نص كوبايه سكر وانا واقفه كده على البيضتين. وبدأت كده بالمضرب اليدوي. طبعا احنا اليومين دولت مشغولين جدا في تجهيزات رمضان وتنظيفات البيت، فمفيش فينا دماغ والله نعمل حاجة، بس طبعا مش هينفع نتأخر. حتى البرد يعني مخلص عليا، فوالله واقفة اعمل لهم على عيني، بس طبعا لازم اعمل لهم. تضربي بقى السكر كده مع البيض. لحد ما لونه يفتح مع بعضه. انا سكر التموين ده غلس قوي وخشن، فطول معايا شوية. فانا فصلت ورجعت لكم تاني. اهم حاجه هتضربي لحد لما اللون يفتح وتلاقي السكر داب معاكي تماما. هتنزلي بقى بالزيت، قلت لك يا اما زيت صافي، بس يكون نوعيه زيت كويسه، بلاش زيت التموين يعني في الحوار ده كفايه السكر. يا اما تحطي زيت على سمنه، يا اما تحطي زبده على زيت. هننزل بقى الزيت لحد ما نضرب كويس قوي 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 قوي، لحد ما تحسي ان القوام تقل معاكي بقى شبه الزبده لما تسيحيها كده. تمام، تحسي ان هي تقلت كده ولونها افتحي معاكي بالشكل ده. انا كل ده الشغل ده على ايدي، علشان ما تقوليش انا ما عنديش مضرب. لا، ما عندكيش حاجه، قومي اعملي لاولادك. فهو بصي، ها بالمضرب كده اليدوي، ممكن تضربيه ده في كله في الخلاط، تضربي كله في الكبه. تضربيه كله بايدك كده زي الناس بتوع زمان. هتخلص يعني، هتخلص يعني، هتبقى معاكي حلو قوي. معلقه كده من البيكنج باودر، عليها 3 معالق من الكاكاو. سعر الكاكاو بصراحة كان صدمة. انا بحتاج الكاكاو، ما بستغناش عنه. السعر الكاكاو الاسباني غالي جدا، انا جايبه الربع كيلو ب52. مش عارفه بقى هو كده انضحك عليا، ولا سعره بقى كده، ولا الدنيا بقى فيها ايه. مهم الكاكاو لازم يتنخل، ويا ريت يكون كاكاو اسباني عشان يديك طعمه حلو. وهنزل بكوبايتين دقيق. طبعا بنخل الدقيق بتاعي عشان اتاكد ان مفيش فيه اي حاجه، ويبقى البسكوته معايا ناعمه وحلوه. انا هنا نزلت بالدقيق والكاكاو والبيكنج باودر برشة ملح خفيفة خالص عشان تظبط معايا الطعم. بالسباتشولا كده البسكوت ما بيتعجنش، اي نوع بسكوتات ما بيتعجنش خالص. بالسباتشولا بس كده هتدخلي الدقيق في المكونات اللي احنا عاملينها في الاول. البسكوتة دي اقتصادية جدا، سهلة جدا. بجد في 10 دقايق، اقل من 10 دقايق تكوني عاملاها وانتي واقفة كده. بصوا، انا لا خرجت في مكان تصوير ولا جهزت مكان ولا حاجة. انا قلت اعملها وانا واقفه كده على السريع، بس بجد يعني عجبتني قوي، فقلت اصورها لكم او انا شغاله فيها كده. دي تاني مره كنت اعملها فيها، لان بصراحه سهله قوي. انا هنا كده لقيت نوع الدقيق ده ملمش معايا في المقدار، فاحتجت حوالي معلقه كبيره او ربع كوبايه من الدقيق. وهنا بقى لما تلاقي نفسك محتاجه دقيق، ابدأي اعملي بايدك، لان ايديك هي اللي هتحس بالعجينه. احنا مش عايزين عجينه يابسه، انا عايزه عجينه طريه، بس اعرف اشكلها بايديا. ان هنا حطيت كده قيمه معلقه كده كبيره من الدقيق، وبدات الم العجينه كده.
انا اسفه بقى على التصوير، ان فعلا انا ما كنتش بفكر ان فعلا اطلع الفيديو، بس لما عجبني جدا قلت لا هطلعه. اول ما العجينه شكلت في ايدي وهي طريه وناعمه جدا، ما عدتش احط دقيق بقى خلاص. يعني هي ممكن تغريكي انك تضيفي دقيق تاني، بس انا بقولك ما عدتش تضيفي، لميها بقى خلاص بالدقيق اللي فيها، وهتبقى معاكي طريه بالشكل ده كده. انتي طبعا ممكن ما تحطيش كاكاو، يعني الناس اللي عايزه تعملها بالفانيليا بس، ممكن تعمليها فانيليا بس وتعوضي مكان الثلاث معالق كاكاو، هتعوضيهم بدقيق. تمام. وممكن تعملي مقدارين، مقدار فانيليا ومقدار شوكولاته، وتشكلي تعملي اللي هو الشكل اللي هو بيبقى البسكريم ده. بيعملوا 4 دوائر كده صغننه ويلزقوهم في بعض، تطلع معاكي بسكوته بسكريم. انا هنا كده بدات ايه على السريع كده، لان فعلا انا كنت مشغوله جدا، وكنت بجهز لكم ايامها الفيديو بتاع التفريزات، وكنت برضو مضطره ان انا اعمل لهم حاجه حلوه نفسهم فيها وطالعين داخلين هابليني، فلازم اسكتهم يعني. فعملت البسكوت ده كده، بدأت بقى ادوره كده على السريع، انا عايزة اخلص فاهمين، بس هي الافكار كتير، ممكن تعمليه باشكال كتيرة جدا. هنا عملت شوية كده كور صغيرة قد حبات الزيتون، يعني ما تكبريهاش لانها تزيد في الفرن قوي. وشوية هنا كده شبه البونبوني كده، وجيت بالشوكة على نصها كده وفردتها فردة خفيفة عشان تبقى على رأي بنتي شبه رجلين البطاطس الصغننة كده، فشكلها حلو. الفرن طبعا جنب مني اهو سخنته، يعني مشغله على 180 يسخن، وبدات بقى ايه احط لهم كده شكل حلو على الوش. اي حاجه عندك بقى في البيت، شوكليت شيبس، فارماسيل، سبرينكلز الوان، اي حاجه. حبيت فول سوداني، لو عندك سوداني ممكن تقسمي الحبايه كده نصين، تحطي حبايه سوداني كده، نص سوداني كده على الوش. اي بقى مكسرات، اي حاجه اي حاجه. انا هنا اللي كان عندي الحاجات دي فحطيتها، فارماسيل وسبرينكلز وشوكليت شيبس، حطيت كده عليهم ودخلوا الفرن. ولادي كانوا راجعين بقى من المدرسه ساعتها، شموا الريحه، ما لحقتش اصور الصينيه قبل ما تتزار اعتدوا على الصينيه قبل ما اصورها. وهي سخنه كمان، ريحته تجنن، ريحته تجنن قوي، وشكله كمان حلو قوي، زاد في الفرن بالمعقول. طالع بقى بصوا تحفه. السبرينكلز، الحاجة الشوكولات شيبس، الحاجات اللي عليه دي شكلها حلو قوي. البسكوتة طالعة لونها من فوق زي لونها من تحت. دخلت فرن 180، قعدت حوالي من 10 ل 12 دقيقة، طلعت. بصوا انا هو طلعت لي كمية بسم الله ما شاء الله حوالي 70 بسكوتة. يعني انا طلع معايا حوالي 70 بسكوتة، بس ده اللي فضل للتصوير. هنا الجزء ده اللي انا كنت عاملاه كده بالشوكة، حبيت برضو ان انا يعني اغير لهم شكله شوية او اظبط شكله. حطيته كده في شوكولاتة، نص شوكولاتة ونص سادة، طبعا اضافت للطعم وخلت طعمه روعة. انا عملت هنا شوية، حطيت الشوكولاتة في الاول على الجزء اللي مش بالشوكة، بس انا انصحكم اعملوها على الجزء اللي هو معمول بالشوكة، بتدي كده منظر حلو قوي تحت الشوكولاتة، تحس شكلها حلو قوي. البسكوتة هشة جدا، خفيفة، طعمها حلو قوي، سريعة جدا، مفيش اسهل من كده بقى وصفة. بجد اتمنى تجربوها. وبعتذر عن صوتي، واللي عنده حل لصوتي ده يقولي، لان بجد يعني